بصراحة من أكتر اللعيبة اللي أنا انتقدتها في الزمالك السنين اللي فاتت. ركز معايا عشان جاي أشيد بلاعب الزمالك اللي ورايا ده وأقول لك ليه. من وجهة نظري الزمالك في 4 ماتشات في الدوري هو تالت أقوى دفاع. المحلة ما دخلش فيه ولا جون، والجونة ما دخلش فيه ولا جون. الزمالك دخل فيه جون واحد بس بالنيران الصديقة اللي ونش جابه في نفسه. تمام، يعني في 4 ماتشات دخل فيك هدف واحد بس، والفرق بينك وما بين الجونة ومحلة ان انت متصدر الدوري بعد 4 ماتشات. ركز معايا، الزمالك الموسم السابق في اول 4 ماتشات دخل فيه 3 اهداف. الزمالك لعب البنك الاهلي كسب 3-2، كسب سموحه بعد كده 2-0، بعد كده خسر من المصري 1-0، بعد كده كسب المحله 4-0. يعني في 4 ماتشات دخل فيه 3 اهداف. احنا السنه دي في 4 ماتشات دخل فينا هدف واحد بس مننا. اعتقد لازم اشيد بالحارس محمد صبحي، هو الحارس الاساسي للزمالك، هو الحارس الاساسي لنادي الزمالك الان. اعتقد اتمنى ان هو يمسك في فرصه ويبقى نجم الزمالك الاول هذا الموسم، وبيلعب برجله كويس جدا. لايك وفولو وشير وجهة نظر في الكومنتات. سلام.